السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة من أحلى وأسهل وأسرع الوصفات، وكمان بنشتريها بالغالي من الأفران، لكن أنا النهاردة هعملها لكم بمقادير اقتصادية جدا جدا على كد الإيد. هنعمل مع بعض الكوكيز، هنعمله بطعمين، بالفانيليا والشوكولاتة. شكله حلو وطعمه لذيذ، شايفينه هش وخفيف وما بياخدش معايا وقت، في 5 دقايق هتعمليه. يلا بينا كده ندخل على وصفتنا ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة هتجيب العجان او البولة بتاعتك وهتنزلي فيها هنا بنص كوباية من السمنة. هتاخديها كده من العلبة بدرجة حرارة المطبخ، نص كوباية. وبعد كده اللي هنزل عليها بنص كوباية سكر بودرة. علشان انا عايزة حبة البسكوت تكون معايا ناعمة ورقيقة. اخلطي كده السكر مع السمنة لحد ايه ما اللون يبيض كده معاكي ويبقى خفيف في ايدك. يا حبايبي شايفينه ابيض معايا. هنزل هنا بحبة بيض، وبعد كده طالما في بيض يبقى في فانيليا علشان الزفارة، وهنخلطهم كمان مع بعض. كده بيجوا معانا 4 مكونات: السمنة والسكر والبيض والفانيليا. طبعا دول موجودين عندك، ورشة الملح عادي نزلت بيها كمان عندك في المطبخ. وهننزل هنا بمعلقة كبيرة من النشا. النشا ده هو اللي بيدي القرمشة والهشاشة بتاعة البسكوت. وهنزل بمعلقة صغيرة بيكنج باودر أو كيك شيف الموجود عندك. وبعد كده هنزل بكوباية ونص من الدقيق، دقيق متعدد الأغراض. أنا طبعا خليت معلقة في الطبق معايا، ما نزلتش بيه كله. هتشوفوني بعد كده المعلقة دي هستخدمها في ايه. لميت كده العجينة واخدت جزء طبعا مش النص، اخدت يعني اقل من النص كده شوية. اما اللي قاعد ده بقى المعلقة اللي قاعدة معايا نزلت بيها ايه على السادة دياتي اللي هو ايه بطعم الفانيليا. ولميتها كده هتبقى معاكي عجينة ناعمة وطرية اهي وخفيفة، هتحسيها خفيفة في ايدك خالص. هنيجي بقى للجزء التاني اللي هنزل عليه بمعلقة من الكاكاو الخام. ولا هلم كده العجينة بيدي. كده عملنا نوعين من عجينة واحدة، بالفانيليا وبالشوكولاتة. في أسهل من كده؟ فيش أسهل من كده شغل، ولا أسهل من كده مكونات. أظن إني زي ما قلت لك مكونات على كد الإيد، كل حاجة موجودة عندك في مطبخك. هنا حبايبي عندي الشوكليت شيبس أبيض وأسمر. هاخد قطعة كده من الفانيليا أكورها على راحة إيدي، وبعد كده أغمسها في الشوكليت، واجي أحطها في صينية ما مدهوناش. أغمسها كده فيها، هتلزق فيها بكل سهولة. أحسن من إنك تتلافي كده شوية شوية وترشيهم عليها كده. الطريقة دي سهلة جدا، بتوفر عليك كتير. دلوقتي أخدت من الشوكولاتة، عجينة الشوكولاتة، وغمستها في الشوكولاتة البيضة، وأحط بردي في الصينية. هيعملوا معايا حبات حلوين جدا يعني. شايفين؟ هخلص طبعا وارجع لكم. هنا حبايبي خلصتهم وطلعوا معايا صينيتين حلوين جدا، يعني كمية حلوة. هدخلهم الفرن، طبعا هياخدوا معايا حوالي 7 دقايق في الفرن. هنا بعد ما طلعوا من الفرن شايفين شيك ازاي وحلوين. فعلا وصفة سهلة وسريعة ويعني ومنجزة. ممكن يعني الضيوف لو جوكي فجأة تعمليها وتحضريها في 5 دقايق. شايفين؟ حطيناها كمان في طبق التقديم. عايزاكم تجربوا الوصفة دياتي، وبجد هتعجبكم للمدارس وللأعياد وكل المناسبات، وكمان في الفطار ومع كوباية الشاي والقهوة بتاعة العصر. وفعلا كمان سناكس قدام التلفزيون انت وكده بتتفرجي على التلفزيون. وبكده يا حبايبي اقول لكم الفيديو انتهى. ولو عجبكم بقى حطي لايك للفيديو، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي فضلا وليس امر. السلام عليكم.